وزي ما انت شايف كده احنا قادرين نشوف كل حاجة على الموبايل التاني زي الصور والمحادثات وكل حاجة من غير ما يحس صاحب الموبايل. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو غريب شوية لان احنا مش بنتكلم هنا عن مراجعة موبايل زي العادة، لا احنا هنا بنتكلم عن تطبيق او موقع بيسمح لك انك تقدر تدخل على اي موبايل تاني وتعرف كل حاجة عليه بدون ما صاحب الموبايل ده يعرف انك معاك كل الاذونات بالوصول لكل حاجة على موبايله. والفيديو ده على قد ما هو هيوريك الطريقة تبقى ازاي، برضو بيوعيك انك ما تقعش في الفخ ده. زائد كمان انا بخلي مسؤوليتي من اي حد ممكن يستخدم التطبيق ده في اي حاجة لها علاقة بالتجسس او انه ممكن يأذي بيها اي حد. عشان كده هوريك كل حاجة عن تطبيق النهاردة اللي هو اسمه موني ماستر برو. نبدأ بقى الشرح. اول حاجة هنعملها تسجيل دخول للموقع، ولو انت مش مسجل الدخول اعمل حساب من اول وجديد بالجيميل بتاعك عادي جدا. انا هنا كنت عامل الحساب، كل اللي عليا هعمل ساين ان وهكتب الايميل والباسورد بتاعي، وبعد كده يبقى انا فتحت الموقع. هدخل على الصورة بتاعتي اللي موجودة فوق عشان يدخلنا على البروفايل بتاعي، ومنها هنلاقي الصفحة دي. انا هنا كان معايا كوبون خصم اقدر استخدمه بان اشتري البرنامج لمدة 30 او 60 يوم، وطبعا عشان نقدر نجربه مع بعض هندخل على الكوبون ده، هنلاقي اسم التطبيق موني ماستر برو، هنضغط عليه وبعد كده نقول له يس، بعد كده ستارت نقول له تمام احنا مستعدين. وبكده يبقى احنا عملنا اول خطوة وهي التسجيل على الموقع. بعد كده هيسألك ايه نوع الموبايل اللي انت عايز تعمل له مراقبة او ان انت تشوفه، سواء كان ايفون او اندرويد. طبعا احنا هنا معانا موبايل اندرويد، هنبدأ نتابع من عليه، هنقول له اندرويد عادي. قبل ما نبدأ في رسالة هنا بتحذرك وتقول لك قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة انت محتاج تدخل على الموبايل وتضيف شوية اذونات يدوية. وتاني حاجة واهم حاجة اللي انا نبهت عليها في الاول، ما تستخدمش التطبيق ده في اي حاجة غير قانونية، وانا باكد عليك ان انا غير مسؤول عن اي حد ممكن يستخدم الخاصية دي في التجسس او اي حاجة ممكن تأذي بيها اي شخص. بعد ما خلصنا الخطوة الاولى ان احنا نسجل على الموقع، نبدأ بقى بيقول لك هات الموبايل اللي انت عايز تشوف الحاجات اللي عليه، وبعد كده نكتب العنوان اللي هو an.monimasterApp.com. ومن هنا هننتقل للموبايل، هنفتح جوجل كروم عادي، هنضيف الموقع اللي انا لسه قايل لك عليه. انا هنا معايا موبايل اندرويد عادي زي ما قلت لك، فتحت جوجل كروم وكتبنا العنوان، هتلاقيني كاتبه لك في الرابط في الوصف او زي ما مكتوب قدامك اكتبه. هتظهر لك الصفحة دي، هتعمل سلايد ناحية اليمين عشان ينزل معاك التطبيق اوتوماتيك على الموبايل. هنا الموبايل بيحذرك، بيقول لك خلي بالك ممكن يكون الملف ده ضار، وده كمان طبيعي لانك بتنزله بعيدا عن الجوجل بلاي. نقول له التنزيل على اي حال، التطبيق بينزل عادي جدا، وبعد ما ينزل احنا جاهزين عشان نسطبه على الموبايل. لما جينا نفتح التطبيق اللي احنا منزلينه بره جوجل بلاي، طبيعي يقول لك ان التطبيق ممكن يبقى ضار للموبايل. انا هنا هوريك التجربة كاملة عشان لو في اي مشكلة هتواجهك انت ممكن ما تقعش فيها. هنبدأ بتثبيت البرنامج ويطلب منك شوية اذونات، وهو هنا الموبايل اكتشف ان التطبيق ده ممكن يتجسس على بياناتك، وده طبيعي، ما انت عارف انت بتعمل ايه، انت حاطط التطبيق ده عشان يتجسس على البيانات او يراقب الموقع الجغرافي والانشطة اللي على الموبايل، فانت بتبقى واخد الموبايل وعارف انت هتعمل ايه. فهنبدأ نقول له التثبيت على اي حال، وبعد كده بينزل معانا وتم تثبيت التطبيق بكل نجاح. طبعا الموبايل هنا اكتشف ان في حاجة غلط، وطبعا انت عارف ان في حاجة غلط، ما ده طبيعي. هنا بدأ يفتح البرنامج ويجيب لك الواجهة ويلكم تو موني ماستر برو. هتكتب الايميل اللي انت سجلت بيه على الموقع من شويه اللي احنا لسه مسجلين بيه، وهنكتب الباسورد اللي احنا عملناه، وبعد كده نعمل تسجيل للدخول. هيسالك بقى على شويه معلومات مش مهمه زي الاسم، انا هنا كتبت اسم القناه، ولد ولا بنت هنقول له ولد، السن مثلا نحط 10 سنين، نقول له نيكست. الخطوه اللي جايه دي كلها اذونات احنا نبدا نحطها عشان خاطر يبقى ليك صلاحيه الوصول الكامله، اعملها زي ما هتظهر معاك في الفيديو بالظبط. طبعا عشان لو انت هتعمل فيك الخدعه دي، طبعا البرنامج مش هيظهر باسمه موني ماستر برو، لا ده هيظهر لك بسيستم ابديت سيرفيس، وهنا هنعمل له فتح عشان يبقى ليه اذن وصول. ومن ضمن الخطوات هيطلب منك انك توقف حمايه جوجل، هنوقفها عادي، ولو ما عرفتش توقفها قول له اوريدي سيت وهو هيعمل اللازم. بعدها هيطلب منك اذن انك تفعل سيستم ابديت سيرفيس من امكانيه الوصول زي ما هو واضح قدامك كده. بعد كده يطلب الوصول لبيانات الرسائل والاسماء والسجل والتقويم والموقع، هنقول له سمح لكل دول. بعد كده يطلب منك الوصول لخدمات الاشعارات، هنشوف اسم التطبيق اللي احنا اتفقنا اللي هو ما اسموش موني ماستر برو، اسمه سيستم ابديت سيرفيس، وهنقول له السماح. وفي الاخر هننشطه عشان يكون مشرف على الجهاز. وصلنا لاخر الاذونات، هنقول له تمام عادي جدا، واذن التشغيل في الخلفيه ممكن نقول له اوريدي سيت، واخيرا بدء التشغيل التلقائي والقفل في التطبيقات المفتوحه عشان خاطر ما يطلعش لوحده. وبكده يكون الموبايل خد الاذونات الكامله عشان تقدر تعرف من عليه كل حاجه. فخلي بالك ان حد ممكن يعمل معاك كده وياخد موبايلك، لان احنا ممكن نستخدم البرنامج ده كسلاح ذو حدين، لو عايز تستخدم الموضوع ده او لو عايز تامن نفسك من الموضوع ده. كل الاذونات بتقول لك تمام تم بنجاح،
هنبدأ ندخل على الموقع تاني بقى، نرجع ونشوف الخطوة الأولى. هنلاقي الموبايل ظهر معانا على الموقع، وزي ما انت شايف كده بعد ما سجلنا دخلنا بالحساب اللي عملناه، هتلاقي معاك الداشبورد دي او الواجهة دي، وهنا بيقول لك الواتساب والمكالمات والرسائل والصور، وهنعرفك كل حاجة على الواجهة دي وازاي ممكن تشوف كل حاجة على الموبايل. اول حاجة هتشوفها قدامك الزرار بتاع المزامنة ده، وكل ما تبدأ تدوس عليه يبدأ يحدث البيانات اول باول لاخر حاجة كانت معمولة على الموبايل. اول حاجة معانا الانشطة زي ما انت شايف، الشاشة كانت مقفولة، كنا بناخد سكرين ريكورد من شوية، ودي اخر انشطة كانت على الموبايل من ساعة ما عملنا عليه التطبيق. بعد كده الاختيار التاني هو فون فايلز او ملفات الموبايل. تفتح معاك اول حاجة سجل المكالمات، وزي ما انت شايف كده المكالمات الصادرة والواردة بالتاريخ وبالوقت بتاعها كله، وكمان ممكن تعمل حظر لأي رقم من خلال الموقع. معنا بعد كده الرسائل، وده هيظهر لك فيها الرسائل اللي بتظهر على الموبايل سواء كانت الرسائل العادية او اللي بتيجي على الجيميل. معنا بعد كده الاسماء كلها اللي موجودة على الموبايل، وتحت الاسماء هتلاقي سجل البحث وهيظهر قدامك. نيجي بعد كده هتلاقي كلمة فوتوس او الصور، وده هتفتح لك الفولدرات اللي فيها الصور اللي موجودة على الموبايل. تقدر تتنقل ما بين كل فولدر وتشوف اللي عليه، وكمان تقدر تمسح اللي عليه وتتحكم في الصور تحكم كامل كأنك ماسك الموبايل بالظبط، سواء الكلام ده في الصور او الفيديوهات. الخيار ده بتاع السكرين تايم، وده هيبين لك استخدام كل تطبيق لمدة قد ايه، وطبعا هنا مش ظاهر حاجة لان احنا لسه عاملين التطبيق، بس بعد كده هيظهر معانا كل حاجة. معانا بعد كده الكي لوجر اللي هي الكلمات المفتاحية اللي هو بيبحث من خلالها في المواقع، ومعانا بعد كده التقويم، واخر حاجة مكتبة التطبيقات اللي هتشوف منها التطبيقات المثبتة على الموبايل، وتقدر تتحكم فيها انك تمسح التطبيق او تعمل له ليميت او تحط له حدود بمعنى اصح. مثلا تطبيق زي ده لو دوست عليه uninstall هيبدأ يمسح التطبيق بكل سهولة، بس طبعا احنا ممكن نوقف العملية دي. لو دوست على اب ليميت، التطبيقات اللي هندوس عليها مثلا كلمة edit، هتختار الايام اللي انت عايز تعمل فيها حدود للتطبيق. هنختار مثلا كل الايام ليها حدود ما عدا يوم الجمعة، ونكتب في الوقت هنا بدل الصفر ساعة مثلا او اي وقت انت هتحدده. هندوس، وبعد كده طول الايام التطبيق ده اخره يشتغل ساعة، اما يوم الجمعة فهو مفتوح. طبعا ابنك لو ماسك الموبايل وانت عامل له الموضوع ده، في الحالة دي مش هيقدر يستخدم اللعبة دي الا ساعة كل يوم ما عدا يوم الجمعة، طبعا هيفتح معاه بشكل كامل. الكلام ده طبعا ينطبق على كل التطبيقات التانية. بعد كده معانا المواقع، ومنها هتعرف مكان الموبايل بالظبط هو موجود فين على الخريطة بدقة بتوصل ل100%. وهنا يقول لك الواي فاي لوجر، ده المكان اللي انت فاتح منه واي فاي او اسم الراوتر اللي انت شغال منه، وهيظهر لك اسم الراوتر زي ما احنا فاتحين دلوقتي. كده اخيرا معانا تطبيقات التواصل الاجتماعي زي الواتساب والفيسبوك والماسنجر، وكل حاجة هتلاقيها موجودة عندك، هتقدر من خلالها تعرف ايه الانشطة اللي بتتم عليها، بس طبعا بيتحدث مع الوقت لما تبدأ تستخدم الموبايل بشكل اطول وهيبان معاك بعد كده. وطبعا الواتساب بالتحديد في منه نسخة تقدر تشتريها مخصوص عشان تقدر تعرف كل حاجة بتتم على الواتساب وتتابعها أول بأول. وطبعا زي ما قلت لك الكلمات المفتاحية اللي ممكن يتم البحث عنها، هنا مثلا تطبيق زي اليوتيوب أنا كنت باحث على اسم القناة بتاعتنا وبيقول له سيرش، وهنا بيقول لك الكيبورد بحث عن اسم القناة هيما جنزوري، اسم القناة في الوقت المعين اللي هو الساعة 10:30 بتاريخ النهاردة. طبعا التطبيق ده مدفوع، ولو عايز تعرف تشتريه ازاي هتدخل على الروابط اللي انا كاتبها لك في الوصف او التعليق المثبت. وطبعا باكد تاني للمره الاخيره ما تستخدمش البرنامج ده في اي حاجه ليها علاقه بالتجسس، لان ده حرام، وفي نفس الوقت انا بخلي مسؤوليتي عن اي حد ممكن يستخدمه في اي حاجه خطأ. زائد حتى الموقع كمان بيأكد لك على الموضوع ده. انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان نأكد على الناس ان هم ممكن ياخدوا الحذر من اي حد ممكن ياخد منهم الموبايل ويعمل فيهم حاجة ممكن تأذيهم، وده طبعا لو انت هتستخدمه بشكل ايجابي مع خطط الاسعار زي ما وريتك في بداية الفيديو. واقول لك في النهاية شكرا على المشاهدة، وشكرا 43,000 مشترك. مع السلامة.